تخيل معايا عميل كان شبه مقتنع والصفقة قد خلاص هتتم، وفجأة جمل بسيطة منك استخدمتها وانت كنت فاكرها كلمات عادية ممكن تستخدمها عادي خلت العميل يرجع ويقول خليني أفكر. النهاردة أقولك على 5 جمل اوعى تستخدمهم في السيلز، لأن هي ممكن تكون هي اللي بتضيع لك البيعة أو الصفقة. ممكن تكون بتستخدم واحدة فيهم. تابع الفيديو للآخر عشان تعرف إيه هي ال5 جمل دول. أول جملة غلط اللي هي السعر غالي شوية بس. كلمة بس دي اعتراف إن في مشكلة. ناخد مثال، مثلا العميل جه قال لك إن السعر بتاع المنتج بتاعكم أو الخدمة بتاعتكم غالية جدا، فأنت رديت عليه الرد الغلط وقلت له السعر غالي شوية بس الجودة بتاعتنا عالية. كلمة بس هنا لما قلتها العميل هيفتكر في مخيلته إيه؟ ده حتى البياع نفسه شايف إن المنتج أو الخدمة غالية. لكن الرد الصح او البديل بتاعها ايه؟ البديل بتاعها انك تقول خليني اوضح لحضرتك ليه السعر ده منطقي بمقارنة باللي انت هتشتريه. في فرق ما بين القيادة والدفاع في الحوار. الجملة التانية الغلط اللي بنقولها اللي هي احنا ارخص من السوق. لما تبيع على السعر انت بتدخل نفسك في مقارنة ودوامة ما بتنتهيش، لان دايما هتلاقي ممكن اللي ارخص منك في السوق. البديل بتاعها ايه؟ البديل تقول للعميل خليني اوري لحضرتك القيمة اللي هتحس بيها بالفرق معانا. افتكر دايما ان العميل بيشتري قيمة مش رقم. تالت جملة غلط اللي هي لو مش مناسب لحضرتك خلاص. الجملة دي تبان شكلها محترم جدا بس في الحقيقة ده انسحاب، والعميل في اللحظة دي ما كانش عاوزك انك تنسحب او تسيبه، كان محتاج انك تطمنه اكتر. فالبديل بتاعها ايه؟ البديل بتاعها انك تقول لو في اي نقطة حضرتك عاوز اوضحها عشان تاخد قرارك بطريقة اوضح او اسهل خليني اساعد حضرتك. هنا ده ثبات مش ضغط. الجملة الرابعة كل العملاء بيقولوا كده. أول لما تعمم العميل هيبتدي يحس إن هو رقم، ومفيش حد بيحب يتحط في قالب واحد. البديل بتاعها إنك تقول فاهم وجهة نظر حضرتك وخليني أرد على حضرتك تحديدا في النقطة دي. خليه يحس إنه مهم. الجملة الخامسة اللي هي فكر وارجع لي، ودي أخطرهم وأكتر جملة بتضيع صفقات، لأن أنت هنا سلمت السيطرة و80% من الحالات العميل ما بيرجعش. طب البديل بتاعها ايه؟ البديل تقول له حضرتك تحب اتابع مع حضرتك بكره ولا بعد يومين. هنا انت مسكت الايقاع وما سبتهاش مفتوحه. خلينا ناخد مثال عملي وسريع لجمل استخدمتها مع عميل وبوظت لك البيعه، وجمل تانية تجنبتها والبيعه تمت. احنا قلنا الجمل مثلا ممكن تبقى زي ايه؟ ممكن تبقى زي السعر غالي شويه بس، احنا ارخص حد في السوق، لو مش مناسب خلاص، كل العملاء قالوا كده، وفكر وارجع لي. الكلمات دي ممكن تضيع لك او تفشل لك البيعة خالص، لكن لو ما استخدمتهاش ممكن يبقى عندك تحكم اعلى وثقة اعلى وفرص اتمام البيعة او الصفقات اكبر بكتير. في النهاية انت مش محتاج انك تكون بتتكلم كتير، ولكن انك تختار الكلمات او الجمل اللي انت بتقولها بعناية. راجع كلامك قبل ما تراجع اسعارك. قول لنا في الكومنتس لو كان في جملة بتستخدمها من ال5 اللي احنا قلناهم دولت في البيع وهتغيرها بعد الفيديو. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكم الفيديو الجاي، وخليك دايما سابق بخطوة.